الحقيقة برنامج دكتور هيلث على قناة الCBC برنامج محترم للغاية. فعلًا برنامج هادف بيجمع نخبة كبيرة من الدكاترة، وطبعًا بنبدأ نتبادل الخبرات بتاعتنا، وكل واحد بيحكي تجربته مع الpatients والحالات اللي بيشوفها معاه. بنبدأ نتبادل المادة العلمية، وبالتالي بنبدأ نوصل لحلول أقوى مع الحالات بتاعتنا. أنا أحترم هذا البرنامج وأتمنى دايمًا ليه دوام التوفيق. وجود برنامج دكتور هيلث على التلفزيون هيخلي كتير من الناس تبدأ ترجع تتفرج على التلفزيون مرة تانية، لأن الحقيقة الناس مهتمة جدا بمجال التغذية، وخاصة إن مشاكل سوء التغذية أصبحت كتير، وطبعا على رأسهم مشكلة السمنة اللي مجننة العالم كله. فبالتالي أكيد ناس كتير هتبدأ تتفرج على التلفزيون تاني، لأن هيكونوا عايزين ياخدوا المعلومات القيمة اللي هيتم نقاشها في برنامج دكتور هيلث على الCBC. لو جالي فرصة إني أطلع في برنامج دكتور هيلث على الCBC، أكيد هتكلم عن مشاكل سوء التغذية، وطبعا هنحط المشكلة الأكبر هي مشكلة السمنة. السمنة مرض متفشي الحقيقة، أكتر من 75% من المجتمع المصري دلوقتي بيعاني من السمنة وزيادة الميزان. إذا الحقيقة احنا لازم نتعلم كلنا ازاي نبقى دكاترة نفسنا، وازاي يبقى عندنا الفن الكافي في اختيار نوع الأكلات بتاعتنا، لأن احنا أجسامنا دايما هي محصلة ما نأكل.